السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم غنشارك معكم طريقتي في تحضير سلو المغربي المغترب. فهنا عندي بالنسبه للطحين، فخديت الطحين حبه وطحنته، اللي خديت ديال الفرينه ماشي القمح، وطحنته من خالته وحمرته في الفرن. هنا عندي اللوز نقعته ليله كامله في الماء بارد، وثاني يوم شفتو بواحد المنديل وخصيتو في الفران على نار هادئه حتى تحمر، حتى ولا من الداخل يعني اللون ديالو بني وبالقشره ديالو. عندي الكاوكاو، هذا الكاوكاو هكاك شريتو يعني محمر جاهز، وعندي السمسم. هنا بالنسبه عندنا النافع وحبه حلاوه، فهادو خديتهم من غوزمان. ممكن يعني هكا غادي نشدهم حتى هما من بعد نصهدهم ونحمر. وهنايا عندي هادي حبه حلاوه، المهم حتى هي راه كاينه في السوبر ماركت جاهزه مطحونه ناضيه. وعندي هنايا الزيت ديال السمسم. فهاد الزيوت راه كلشي، المهم كل بلد راه عنده المنتوجات ديالو جاهزه. وهنايا عندي غادي نضيف في هاد السلو، غادي نضيف زريعه القرعه، وغادي نضيف الزريعه ديال نواره الشمس. اول شي غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي نحط فيها الزريعه ديال نواره الشمس. غادي نشوف كيكونوا فيها تتكون شي حبه تتكون باقا لاصقه فيها ديك القشره ديال الزريعه. هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نحيدهم، وغادي نديرها على نار مهيله، غادي نحيد منها الرطوبه صافي فقط. ماشي غادي نحمرها تيولي اللون ديالها قهوي ولا شي حاجه، لا. وحتى بالنسبه للجنجلان حتى هو هي صهدتو، يعني حطيته غير واحد شويه في الفرن دخلته فقط. بالنسبه للماكينه، هذا هو الطحين ديال الفرينه اللي طحنت بنخالته كامل وهو اللي حمرت. كانوا عندي 2 كيلو اللي درت ديال الطحين فرينه، ولكن ملي كنحمروهم كتنقص الكميه لان كيكون فيه الماء وكيتبخر في الفرن. درتو بالمروحه حمرته، ومن بعد منين عبرته لقيت من 2 كيلو بقات ليا تقريبا غير كيلو و700 غرام، قل شي حاجه، يعني بحال قلنا تقريبا نصف كيلو مشى. هنايا الزريعه بعد ما نورت الشمس بعد ما حمرناها، فهذه يعني هذه جربتها. المهم راه انا حيت عندي وليد من اطفال التوحد، فكنحاول بحال القرعه وهاد الحبوب وهاد الشيء كنستعملهم بزاف، كندخلهم في الغذاء ديالو، وتنولي حتى حنا ولينا حتى حنا كناكلوا معاه. فيعني ماشي شي حاجه اللي مثلا عاد يقدر شي واحد يعلق ويقول لك لا وهادي وهادي، راه كيجي والله العظيم الا مذاق رائع في يعني في هاد السلوهير. انا كندير هاد المكسرات يعني احيانا بدون طحين، ولكني راه كيجي لذيذ. النافع وحبه حلاوه حتى هما حمرت، ماشي حمرتهم عفوا، حتى هما صهدتهم في المقله شويه. بالنسبه للوز وكاوكاو خديت خليت منهم غير ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو، والما باقي الاخر كله درته في الترموميكس يعني طحنته. هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى كيولي على شكل كريم. فهنا ملي كنطحنوا هاد المكسرات على شكل كريم، فكنقصوا من النسبه ديال الزيت مثلا باش كنعجنوا داك السلو ديالنا. مثلا كاين اللي كيخشي الزيت الروميه، فنصيحه الاخوات لان كتخسروا كتشريو يعني كتقداو هاد المكسرات وداك الشيء شويه راه غاليين، ولكن كاين اللي كيخسرهم كيمشي زيت الزبده وزيت ديك الزيت الروميه. فمن الاحسن طحنوهم هكا دوك المكسرات يعطيوكم الزيت، او لا زيت الزيتون. اما زيت الزيتون المفضل. اما باش ديروا الزيت الروميه ولا الزبده فكنصحكم يعني ابتعدوا عليه، لان هذاك السلو من بعد الا درنا فيه الزبده فراه من بعد خصوصا الا كان فيها الحليب كيولي بحال ريحه شي سمن ولا شي حاجه. هنا بالنسبه درت القرفه والعسل، اهو درت تناخذ هاد النوعيه ديال العسل. فهاد السلو ما تيتحجر ما والو، سواء بقى في الثلاجه، سواء خشيناه في التجميد، سواء خليناه في شي علبه او لا شي هكا شي طاسه ديال الدجاج ولا شي الزجاج وخليناه فيها، راه ما تيوقع ليه والو. هنا بالنسبه لداك ربع كيلو في ربع كيلو في ربع كيلو ديال السمسم، ديال عفوا السمسم ديال الجنجلان مع اللوز مع دا، بعد ما خلطت سلو ديالنا هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نخلطوا هاد السفوف ونحاولوا نعجنوهم مزيان حتى ندخلوا يعني العناصر كلها مع بعضها. هنا ضفت الزيت ديال الجنجلان حتى كنحصلوا على سلو ولا على الخليط ديالنا ديال المكونات بهذا الشكل. عاد هنا غادي نضيف الجنجلان حبوب، ما غاديش نطحنو، وهذاك كاوكاو مع اللوز طحنتهم اللي بقاو مهروشين باش ملي نكونوا تناكلوا هذاك السلو كنحسوا بواحد التقرميشه بين الاسنان ديالنا. هنا
غادي نضيف تقريبا واحد الكمية لا بأس بها، وعادي هنا راه كيما قلت لكم ربع كيلو في ربع كيلو، فراه كافي بالنسبة لهاد المقادير اللي درنا. وغادي نخلطوا العناصر كلها. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ باش يبقى لكم مدة كبيرة، لأن هاد الكمية ما عادش نستعملوها كلها، ما ناكلوهاش في رمضان مستحيل. فهنا كناخذ واحد الكيوس وكنعمرهم وكنحتفظ بهم في المجمد وقت ما بغيت. كنخليت كيف ما واحد الكمية خليتها اللي هي كيف ما كتشوفوا، والاخر كنحتفظ به في المجمد وقت ما بغيت، حسب تيبقى لي عام. يعني مدة طويلة، وقت ما بغيت كتجبدو وكنحطو واحد شوية غير في الكوزينة تياخد حرارة ديال المطبخ وكيرجع عادي. هنا أولا الزيت اللي فيه كلهم زيوت طبيعية، ومستحيل بالمذاق، مستحيل يعني تغير المذاق ديالو، كيبقى نفس المذاق. أما